السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تتويج ريال مدريد للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعصبة الأبطال، خرجت كل المواقع الإلكترونية والجرائد تتكلم عن التتويج التاريخي لريال مدريد على ويمبلي والفوز على دورتموند ب2-0. فماذا قالت هذه الوسائل الإعلامية؟ ذاك ما سنعرفه الآن. أفردت الصحف العالمية مساحة واسعة لتناول خبر فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه. وحقق ريال مدريد لقبه بعد الفوز على منافسه دورتموند بنتيجة 2-0 على أرض ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن. وسجلت ثنائية ريال مدريد أمام دورتموند كل من كارفاخال في الدقيقة 74 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 83. ورفع ريال مدريد رصيده الألقاب إلى 15 وهو رقم تاريخي ليعزز صدارة القائمة المتوجين تاريخيا بالكأس ذات الأذنين. وخلال السطور التالية نسرد أبرز النقاط التي تناولتها الصحف العالمية في تغطية فوز ريال مدريد بالنجم الخامسة عشر. أنشيلوتي يصنع التاريخ مع ريال مدريد. بداية جولتنا ستكون على صحيفة الماركة المدريدية التي اختارت عنوانا جذابا لتغطيتها وهو فليحفظ الله الملك. وقالت الصحيفة إن دوري أبطال أوروبا بطولة يريدها الجميع، ولكن ريال مدريد هو من يهيمن عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد عانى ضد دورتموند في الشوط الأول الذي وصفته بالشوط المفاجئ. وذكرت الصحيفة بأن ريال مدريد سجل الهدف الأول بعد لعبة مشتركة بين كروس وكارباخال اللذين حققا اللقب للمرة السادسة. وأكد التقرير بأن فينيسيوس جونيور أثبت أنه المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني الذي حسم المباراة. وبالانتقال إلى صحيفة سبورت كاتالونيا، فإن تقريرها عن اللقاء حمل عنوان بروسيا دورتموند يمنح ريال مدريد اللقب الخامس عشر. وذكر التقرير أن مدرب دورتموند إيدين تيرزيك فاز بالمعركة التكتيكية ضد أنشيلوتي منذ البداية. وأشار التقرير إلى أن أسلوب دورتموند يعتمد على تأمين دفاعه بصورة جيدة والتعويل على التحولات السريعة، وهو الأمر الذي منح الفريق الألماني بعض فرص خطيرة في الشوط الأول. وذكرت الصحافة الكتالونية إلا أن ريال مدريد فاز في النهاية لأنه الفريق الأكثر فوزا، سواء عن طريق اللعب بصورة جيدة أو سيئة أو بمعاونة الحكم على حد تعبير الصحيفة الكتالونية. وأشاد تقرير مجلة كيكر الألمانية بأن بروسيا دورتموند خلال اللقاء ضد ريال مدريد، وأكد التقرير بأن الفريق سنحت له الفرصة الأفضل في الشوط الأول، وفي النهاية فاز ريال مدريد لأن كروس لعب بإتقان الركلة الركنية التي جاء من الهدف الأول الذي مهد الطريق للميرينغي لتحقيق الفوز. وأشارت المجلة الألمانية إلا أن دورتموند لم يكن قادرا على العودة من أجواء اللقاء، وخسر الفريق النهائي الثاني له في ملعب ويمبلي، وعليه أن ينتظر حتى البطولة المقبلة. ولفتت إلى أن النجم الألماني توني كروس فاز باللقب للمرة السادسة ليكون بذلك هو الوضع المثالي لقميص نادي ريال مدريد. وأبرز تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية فوز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام باللقب الأهم على مستوى الأندية على أرضه ووطنه. وأشارت الصحيفة لتصريحات النجم بيلينغهام التي ثمن فيها من دور مدربه أنشيلوتي. وقال بيلينغهام إن أنشيلوتي اكتشف فيه ما لم يكن يعرف أنه يمتلكه. وتعني بيلينغهام بمدربه قائلا إنه ينتمي لفئة المدربين العالميين الذين يجعلون لاعبين يشعرون بمدى الجودة التي يمتازون بها. وقال الأمر أشبه بالذهاب إلى المدرسة لتعلم شيء جديد كل يوم من أجل أن تصبح أفضل يوما بعد يوم. ومن جانبها أشادت صحيفة لا جازيتا ديل سبورت الإيطالية بإنجاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة. وذكرت بأن نهائي كأس السوبر الأوروبي سيجمع بين أنشيلوتي وغاسبيريني لتعلق الصحيفة قائلا الحكمة الإيطالية تفوز. وأكدت الصحيفة الإيطالية إلى أن الفريق الألماني لعب بصورة أفضل في الشوط الأول قبل أن يسجل ريال مدريد هدفين في الشوط الثاني. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أنشيلوتي قاد فريقه لتحقيق الفوز بتعديل المنظومة في بداية الشوط الثاني. ريال مدريد يرد على منتقده بطريقة مثيرة للسخرية. رد نادي ريال مدريد على منتقده بطريقة مثيرة بعد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بالانتصار على فريق بروسيا دورتموند الألماني بهدف دون رد في نهائي مساء السبت في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. انتقادات عديدة طالت مردود الريال خاصة في الشوط الأول من نهائي ويمبلي، والذي عرف ضيع أكثر من فرصة وهدف محقق للفريق الألماني بجانب وقوف إطار المرمى في صف الفريق الملكي. النهائيات تكسب ولا تلعب. في الشوط الثاني قلب ريال مدريد أمور لصالحه بهدف من ضربة ثابتة إثر ركنية نفذها توني كروس ليرتقي لها كارباخال قبل ربع ساعة تقريبا من نهاية المباراة. النادي الملكي قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي إكس عقب الفوز باللقب النهائيات تكسب ولا تلعب. ووقعت ثنائية ريال مدريد
كل من كارفاخال والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.